يلا بينا نفك شفرات فيتامين دي. بص، انا عندي صورتين تو فورم من فيتامين دي، واحدة inactive غير نشطة والتانية active نشطة. الانأكتيف الغير نشطة اسمها 25 هيدروكسي فيتامين دي. طيب، الانأكتيف دي هتروح الكلية وتتنشط فيها وتتحول للصورة النشطة وهي 1 و25 هيدروكسي فيتامين دي. حلو الكلام جدا. انا في المعمل بقيس الاكتف والاناكتف، لكن انا لو جالي مريض المعمل وقال لي عاوز اعمل تحليل فيتامين دي، يا ترى هقيس له اي واحد فيهم؟ قال لك هنقيس الاناكتف فورم، الصوره الغير نشطه اللي هي 25 هيدروكسي فيتامين دي. جميل جدا. في بعض الحالات بقيس الصوره النشطه الاكتف فورم. ركز معايا. بتتلخص أهمية فيتامين دي إنه بيعمل ريجولاتوري تنظيم للأبزوربنس، الامتصاص كل من الكالسيوم والفوسفات بدرجة كبيرة، وبدرجة أقل المغنيسيوم. حلو الكلام جدا. بيلعب فيتامين دي دور مهم جدا في العظام، فلو حصل مشكلة في فيتامين دي هيحصل عندي مشاكل في العظم، البون ديزيز، زي الكساح عند الأطفال ولين العظام عند الكبار. انا قلت لك ان لو مريض جالك المعمل وطلب منك يعمل تحليل فيتامين دي هتعمل له الان اكتف فورم، الصورة الغير نشطة اللي هو 25 هيدروكسي فيتامين دي. ليه؟ قال لك بيتميز بحاجتين: ان فترة تواجده في الدم بتكون طويلة، تاني حاجة بيوجد في الدم بنسبة كبيرة، الكونسنتريشن بتاعه عالي، عكس الاكتف فورم الصورة النشطة بتكون نسبته قليلة وفترة تواجده أقل. خلي بالك، الحالات اللي بعمل فيها الأكتيف فيتامين دي اللي هو الواحد 25 هيدروكسي فيتامين دي، قالك الحالات اللي بحب أعرف فيها الكلية بتقدر تحول الإن أكتيف فورم لأكتيف فورم ولا لأ، زي ما هتشوف دلوقتي. لو عاوز تفهم فيتامين دي ركز في اللي أنا هقوله لك ده. قال لك أنا عندي مصدرين لفيتامين دي، واحد بيمثل من 80 ل 90% من الكمية، وهو السكين الجلد. فيتامين دي اللي موجود في السكين الجلد بيكون اسمه فيتامين دي 3، وبرضه ده موجود في الطعام الحيواني. طب المصدر التاني قال لك بيمثل من 10 ل 20% من الكمية، وده بيكون موجود في الطعام النباتي وبيكون اسمه فيتامين دي 2. جميل جدا. فيتامين دي 3 وفيتامين دي 2 هيتم تحويلهم في الليفر في الكبد ويدوني الان اكتف فورم اللي هي ايه بقى 25 هيدروكسي فيتامين دي. اول ما تظهر الان اكتف فورم هتروح للكليه وتتحول للاكتف فورم وهي 1 و25 هيدروكسي فيتامين دي. ركز معايا، هو ايه اللي بيحصل في الكبد وايه اللي بيحصل في الكليه؟ قال لك اللي هيحصل في الكبد ان فيتامين دي 3 هضيف ليه مجموعه من الهيدروكسيل او اتش لذره الكربون رقم 25، وعشان كده هيديني 25 هيدروكسي فيتامين دي. عرفتوا الاسم والتسميه جت منين؟ طيب، طلع ال 25 هيدروكسي فيتامين دي هيروح للكليه، هضيف مجموعة هيدروكسيل او اتش لذرة الكربون رقم 1 ويدي الاكتف فورم اللي هو اسمه 1 و25 هيدروكسي فيتامين دي. وبكده عرفت الصورة الانأكتف ظهرت ازاي والصورة الاكتف ظهرت ازاي. تعال اقول لك شوية علاقات مهمة جدا لفيتامين دي. قال لك اول حاجة علاقة فيتامين دي بالبي تي اتش. بص، البي تي اتش ده باراثايرويد هرمون بيتم انتاجه من الباراثايرويد جلاند زي ما شرحنا في الحلقه بتاعته. طب ايه علاقته بفيتامين دي؟ قالك بص، الباراثايرويد هرمون هينشط انزيم اسمه 1 الفا هيدروليز. ايه الانزيم ده؟ قالك ده الانزيم المسؤول عن تحويل الان اكتف فورم لفيتامين دي لاكتف فورم لفيتامين دي النشط جوه الكليه، وده هيساعد على امتصاص كمية كبيرة من الكالسيوم، وبالتالي فيتامين دي بيتعمل عليه كنترول بواسطة البي تي اتش عن طريق الانزيم اللي هو 1 الفا هيدروليز زي ما شرحت لك. طيب، بعد ما تم انتاج الاكتف فورم من فيتامين دي،
قالك هيروح للجهاز الهضمي وهيساعد على امتصاص الكالسيوم للدم. حلو جدا الكلام ده. هقولك معلومة مهمة جدا. الناس ذوي البشرة السوداء يا ترى بتقل فيهم نسبة فيتامين دي ولا بتزيد؟ ركز معايا. قالك هتقل نسبة فيتامين دي في البشر ذو البشرة السوداء. ليه؟ لأن صبغة الميلانين هتكون حاجز تمنع أشعة الشمس إنها تأكتف فيتامين دي وتعطي الانأكتف فورم اللي بعد كده هيروح للكلية ويديني الأكتف فورم، وبالتالي هتقل نسبة فيتامين دي في البشر ذو البشرة السوداء. ركز في شوية المعلومات دي. لو الجسم ما تعرضش للشمس بكمية كفاية، لو المريض عنده مشاكل في التغذية فمش بيوصل للجسم الكمية الكافية من فيتامين دي، لو عنده مشاكل في الامتصاص بالأمعاء، لو بياخد أدوية نوبات صرع، كل ده هيأثر على نسبة فيتامين دي. ولما اجي اقول لك فيتامين دي هنا الان اكتف فورم. طيب لو الكلية فيها مشكلة، قالك هتأثر على نسبة الأكتف فورم من فيتامين دي. كمان الأكتف فورم لاحظنا إنه بيزيد في حالات الليمفوما. إيه هي الحالات اللي أنا بعمل فيها فيتامين دي؟ قالك بص، أول حاجة الميل أبسوربشن سوء الامتصاص، السيستيك فايبروسيس، كمان الريكتس، بعد كده الاوستوميليشيا، الابنورمال كونسنتريشن للكالسيوم والفوسفات، وكمان الباراثايرويد، البون ديزيز، امراض العظم. ايه هي النسبة الطبيعية لفيتامين دي؟ زي ما انت شايف قدامك، بس خلي بالك لازم تعمل التحليل وما تاخدش ادوية الا بعد ما تعرف نتيجة التحليل، لان نسبة فيتامين دي لو زادت عن 100 نتيجة للأدوية والكلام ده كله هتبقى توكسيك، هتدخل في التوكسيك ليفل، ودي حاجة ضارة جدا لجسمك. دي كانت حلقة النهاردة في فيتامين دي. أتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن أناليسيس.